السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة إكسل 2007. في هذا الفيديو سنحاول مواصلة العمل على المثال تاعنا، وهو كشف النقاط وعمل تعديلات عليه ومحاولة تحضيره من أجل طبعه بالطبع، وكذا معرفة أشياء أخرى وخصائص أخرى في الإكسل. نبدأ العمل. كنا قد بدأنا في كتابة هذا الجدول وعملنا بعض التعديلات عليه. مثلا قمنا تغيير شكل الجداول من اليسار إلى اليمين، وضعناه من اليمين إلى اليسار عن طريق ميزون باج، ثم الضغط على هذه. هنا يولي من اليسار إلى اليمين، هنا من اليمين إلى اليسار. ثم تكلمنا عن الخانات لسيلول. قلنا أنه مثلا هذه الخانة هي F3، مثلا هذه الخانة هي K6. نعمل كروازمو، مثلا L9 تسمى L9. مثلا أطبع هنا 2، هنا 9، ثم أعمل هنا يساوي E3، A3 زائد G5 زائد G5 يساوي 10. هذا حتى نبين اسم الخانات. ثم قمنا برسم جدول ووضع بعض المعلومات عليه عن طريق توجد طرق أخرى بالطبع، ولكن احنا عملنا هذا عن طريق هذه أكوي، ثم على هذا الاختيار قمنا بهذا الاختيار توتلي بوردور. توجد طرق أخرى نشوفها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. وقمنا بعمل بعض العمليات على الجدول. هنا مثلا عملية الضرب تساوي 15. سأعيد لكم هذه. تساوي ندير كليك هنا بالماوس، ضغط بالماوس، زائد دير كليك بالماوس يساوي. ليس زائد، ضرب عفوا. ضرب 6 يساوي. ثم أعمل كوبي كولي في كل الخانات، وهذا هو الجمع، وهذا هو الجمع تقسيم 20 يساوي. هنا قمنا بعمل يساوي للتذكير فقط. هذه تقسيم هذه اللي هي C9، هذه 12.15. يعني أنصح بالمتابعين لهذا الفيديو الذين لم يشاهدوا الفيديو الأول بمتابعته ثم الانتقال إلى هذا الفيديو. سأبدأ في العمل. أذهب مثلا إلى عندي هذه الورقة، أذهب مثلا لطباعتها. قبل الطباعة أعمل أبرسو أو لامبريسيون، يعني نشوف حالة الورقة. هنا نلاحظ أنه الجدول تاعنا والكتابة تاعنا صغيرة جدا، يعني لا أستطيع عمل طباعة لمثل هذا الملف. أول شيء أقوم به هو التعديل في هذا الملف، ثم محاولة طباعته. سأقوم مثلا بزيادة الخط مثلا لكل الكلمات. هنا أضغط على الخانة الأولى ثم أسحب. أستطيع أعمل تحديد لأي مكان. أضغط هنا ثم أسحب مثلا هكذا، مثلا هنا هكذا، يعني كما أريد. هنا مثلا أريد تحديد هذه، أعمل هكذا مثلا، ثم أرفع من الكتابة. بعد الزيادة في وضع الخط سأعيد المحاولة لأرى وضع الصفحة قبل الطباعة. نلاحظ أن حجم الخط قد تغير، ولكن الجدول ما زال في جزء من الصفحة فقط. إذا ماذا سأفعل؟ أنا دائما أثناء
تحضيري لملف إكسل من أجل الطباعة، وخاصة أثناء محاولته ملء الصفحة وتحسينها من أجل طباعتها، أنتقل إلى وضع آخر من طريقة إظهار الصفحة. سنرى ذلك، ونزيد شوية في حجم الخط، ثم أذهب إلى الوضع الآخر من الصفحة. ها هي أوضاع الصفحة. هذا الوضع العادي أنا نشوف فيه، كاين هذا الوضع، كاين هذا الوضع، كل صفحة لوحدها. نلاحظ أنه هذا آه، جزء غير مملوء من الصفحة، يجب ملء هذا الجزء. وكاين الوضع الثالث اللي هو هذا الوضع. هذا أنا أعمل بهذا الوضع. هذا الوضع بهذا الخط الأزرق. هذا الخط الأزرق يبين نهاية الصفحة وبداية صفحة أخرى. سأحاول زيادة في عرض الأعمدة. سأزيد مثلا العمود المادة، سأزيده في الحجم. النقطة، مرة أخرى في المادة، أحاول الزيادة. سأزيد في حجم خط المادة، معامل المادة سأزيد معامل المادة. النقطة، مرة أخرى معدل المادة، معامل المادة. سأبقى في الزيادة حتى يظهر هذا الخط. ماذا يعني هذا الخط المتقطع؟ هذا الخط المتقطع يبين أنه قد تجاوزت حدود الصفحة، يعني الصفحة الأولى قد تجاوزت، أو باج 1 قد تجاوزت حدودها، وبالتالي دخلت إلى صفحة أخرى. يعني هذا الجزء اللي هو المادة والنقطة والمعامل موجود في الصفحة الأولى، والجزء الثاني فيه معدل المادة. يعني أنا أستعمل صفحتين من أجل طبع هذا كشف النقاط، وبالتالي سأحاول الإنقاص من العرض حتى أدخل هذا الجزء في الصفحة الأولى. سأحاول الإنقاص بطريقة بسيطة جدا، بطريقة ليس بسرعة، بطريقة بطيئة. أعيد هنا نوعاً ما. قد اختفى اللون الأزرق، الخط المتقطع باللون الأزرق. سأحاول الزيادة قليلا فقط. قد تشكل، يعني أنا في حدود نهاية الصفحة. سأعيد قليلا، ثم أعيد قليلا. ها هي الصفحة بهذه الطريقة، يعني بالزيادة حتى ظهور الخط المتقطع، ثم الإنقاص بطريقة قليلة حتى يختفي الخط الأزرق، حتى أتأكد من أنه جزء قليل ويختفي الخط الأزرق. بهذه الطريقة أتأكد من أني قد استعملت كل الصفحة وليس جزء منها فقط. يعني هكذا أكون قد استعملت كل الصفحة. أحاول عمل طباعة على شاشة الكمبيوتر. ها هو الجدول قد امتلأت به الصفحة. هذا الجزء هذا والجزء هذا هما الحواشي فقط، هما حواشي الصفحة. سنرى كيفاش نزيد حجم الحواشي تاع الصفحة. نعم، بالطريقة هذه أكون قد نجحت في ملء الصفحة كلها بالكتابة تاعي. هنا نحاول نحسن من المنظر في الصفحة. مثلا هنا الخط واسع، هنا يعني ضيق نوعا ما. سأحاول وضع نفس الحجم الخطوط، أعمل تحديد لكل الجدول، ثم أذهب إلى أكوي وفورما. هنا أوتور دو لين يعني علو علو السطور. أضع مثلا 30. ها هو أصبحت كل السطور نفس العلو. سأزيدها قليلا، مثلا أضع 35. يعني نجرب حتى أصل إلى الهدف. هنا مثلا كشف النقاط نزيد له في حجم الخط.
وغير له اللون، غير اللون عن طريق هذا أكوي اللون هنايا. هذا من أجل تغيير مكان فقط. أنا سونتري هنا على اليمين، هنا في الوسط، هنا على اليسار. أنا أضعه في الوسط. مثلا المواد تكون في الوسط، المجموع في الوسط، معدل العام في الوسط. هنا النتائج تكون هنا على اليمين، وهي على اليمين، هنا على اليمين. سأحاول عمل برنت على شاشة جهاز كمبيوتر أو طباعة. ها هو كشف النقاط، قد تحسن شكله. يعني نكتفي بهذا القدر. هنا في هذا الفيديو حاولت نوري لكم بعض الخصائص تاع الإكسل، وأيضا حاولنا يعني ملء الصفحة، لأنه لما نرسم الجدول في أول الأمر يكون في جزء من الصفحة فقط، وعند محاولة زيادة حجم لي كولون أو الأعمدة يعني تقدر تظهر لنا صفحات جديدة. احنا نحاول نحدد حد الصفحة إلى آخر نقطة، ثم نحاول تجريب الطباعة حتى تكون طباعة بطريقة جيدة. نتمنى تكونوا تابعتوا الفيديو هذا، الفيديو الأول من هذه السلسلة الخاصة بالإكسل، وإن شاء الله تشتركوا في قناتنا الجديدة هذه مهتمة بالإعلام الآلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.